بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله النهاردة نشرح مع بعض الدرس الثاني من الوحدة الثانية من مادة الجغرافيا. درسنا بعنوان الصناعة والتجارة. هنتكلم عن الصناعة في الوطن العربي. طبعا كثير من دول الوطن العربي كانت طبعا مستعمرة من الدول الأجنبية. كانت بتعاني هذه الدول من الاستعمار الأجنبي، واستطاعت هذه الدول أن هي تنال استقلالها، وذلك خلال القرن العشرين ميلاديا. بعد ما نالت الدول العربية استقلالها، شهدت بقى الصناعة في الوطن العربي تطورا كبيرا. طبعا ده كان خلال القرن العشرين ميلاديا، وذلك كان بسبب ان طبعا مع تطور الصناعة ده أدى إلى سد حاجة السكان وزيادة الدخل، خاصة مع توافر عوامل قيام الصناعة. طيب، ايه هي العوامل اللي أدت إلى قيام الصناعة في الوطن العربي؟ العوامل اللي أدت إلى قيام الصناعة في الوطن العربي هنلاقي إنها بتنقسم إلى عاملين. أول حاجة في عوامل طبيعية وفي عوامل بشرية. العوامل الطبيعية مثل طبعا مصادر الطاقة والمواد الخام. العوامل البشرية زي ما هنشوف مع بعض. الأول هنتكلم عن العوامل الطبيعية. العوامل الطبيعية زي ما قلنا مصادر الطاقة والمواد الخام. مصادر الطاقة بتنقسم إلى طبعا زي ما احنا عارفين بتنقسم إلى نوعين: مصادر طاقة غير متجددة زي البترول والغاز الطبيعي والفحم، يبقى دي مصادر طاقة غير متجددة. في مصادر طاقة اللي هي مصادر متجددة، اللي هي زي الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يبقى دي مصادر الطاقة. يبقى زي ما قلنا مصادر الطاقة مصادر غير متجددة زي البترول والغاز الطبيعي والفحم، مصادر متجددة زي الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح. دي بالنسبة للعوامل الطبيعية. طيب، في كمان المواد الخام اللي بتعتبر بردك من العوامل الطبيعية، زي مواد خام زراعية، مواد خام معدنية، ومواد خام حيوانية. دي بالنسبة للعوامل الطبيعية اللي أدت إلى قيام الصناعة. في أيضا عوامل بشرية. العوامل البشرية زي السوق، وسائل النقل، والأيدي العاملة ورأس المال، يبقى دي تعتبر من العوامل البشرية. طيب، هنلاقي بقى هنعرف أهمية الصناعة في الوطن العربي. إيه أهمية الصناعة في الوطن العربي؟ أول حاجة أهمية الصناعة في الوطن العربي زي ما قلنا عملت على سد حاجات السكان من المواد المختلفة. تاني حاجة زيادة قيمة المواد الخام من خلال التصنيع. يعني المواد الخام احنا السكان الوطن العربي ما بيستخدموش المواد الخام زي ما هي، لا بيقوموا بتصنيعها. زي مثلا الحديد بياخدوه وبيصنعوه، بيصنعوا منه السيارات، وبيصنعوا منه حاجات كتيرة. زي مثلا بردك النحاس بيصنعوا منه الأسلاك الكهرباء وأسلاك التليفونات، وكل دي. يعني المواد الخام ما بتستخدمش زي ما هي، لا بيقوموا بتصنيعها، فده بيزود من قيمتها. يبقى زيادة قيمة المواد الخام من خلال التصنيع. زي القطن برضك، القطن يعتبر مادة خام بناخدها وبنصنع منها المنسوجات والملابس. ده طبعا بيؤدي إلى زيادة قيمة القطن أو زيادة قيمة المواد الخام. يبقى زيادة قيمة المواد الخام من خلال التصنيع. تاني حاجة توفير فرص عمل للشباب بالمصانع المختلفة. طبعا أما مع زيادة الصناعة وزيادة تطور الصناعة في الوطن العربي، ده طبعا بيعمل على توفير فرص عمل لكثير من الشباب في المصانع المختلفة. كمان بيؤدي أهمية من أهم أسباب أهمية الصناعة زيادة الدخل القومي من خلال تصدير الفائض للخارج. يعني بتؤدي الصناعة إلى زيادة الدخل القومي، ده طبعا من خلال إن المواد الخام أو المنتجات اللي بتصنع وبتصدر إلى الخارج، ده طبعا بيؤدي إلى زيادة الدخل القومي. طب يعني ايه دخل قومي؟ دخل قومي يعني مجموع الدخول في الدولة من القطاعات
المختلفة بها خلال عام. يبقى دخل قومي، دخل قومي يعني مجموع الدخول في الدولة، يعني مجموع دخول الأفراد، الدخل بتاع الفرد، مجموع دخول الدخول في الدولة من القطاعات المختلفة، سواء بقى قطاعات عامة أو قطاعات خاصة بها في خلال العام. يبقى مجموع الدخول في الدولة من القطاعات المختلفة بها خلال عام، يبقى ده اسمه الدخل القومي، الدخل القومي. خلاص، يبقى عرفنا تاني. هنقول أهمية الصناعة في الوطن العربي. أول حاجة سد حاجات السكان من المواد المختلفة. 2 زيادة قيمة المواد الخام من خلال التصنيع. 3 توفير فرص عمل للشباب بالمصانع المختلفة. 4 زيادة الدخل القومي من خلال تصدير الفائض للخارج. وعرفنا معنى دخل قومي يعني مجموع الدخول في الدولة من القطاعات المختلفة بها خلال عام. طيب، أهم الصناعات في الوطن العربي. إيه أهم الصناعات الموجودة في الوطن العربي؟ هنلاقي أهم الصناعات يمكن تقسيمها إلى قسمين، يمكن تقسيم الصناعات إلى قسمين. أول حاجة الصناعات الاستخراجية، الصناعات الاستخراجية التعجينية. الصناعات الاستخراجية التعجينية اللي هي مثل استخراج البترول والغاز الطبيعي، كمان استخراج الحديد والفوسفات والمنجنيز. يبقى الصناعات الاستخراجية اللي هي التعجينية زي استخراج البترول والغاز الطبيعي واستخراج الحديد والفوسفات والمنجنيز. طيب، صناعات تحويلية، الصناعات التحويلية دي تاني نوع من الصناعات في الوطن العربي، الصناعات التحويلية. الصناعات الغذائية، البتروكيماويات، تجميع السيارات، الغزل والنسيج. يبقى دي الصناعات اللي بنحول فيها المواد الخام إلى مواد مصنعة. يبقى الصناعات التحويلية هي الصناعات اللي بنحول فيها المواد الخام إلى مواد مصنعة. طبعا الصناعات الغذائية، البتروكيماويات، تجميع السيارات زي ما قلنا ان بنستخدم الحديد من خلال ان احنا بنصنع منه طبعا بنصنع منه السيارات، وبنصنع منه اشياء كثيرة من السيارات. كمان الغزل والنسيج زي ما قلنا القطن ان احنا بنصنع منه الغزل والنسيج. طيب، بعد كده هنتكلم عن أهم المشكلات اللي بتواجه الصناعة العربية. أهم المشكلات اللي بتواجه الصناعة العربية، أول حاجة التركيز على الصناعات الاستخراجية. يعني الوطن العربي بيركز فقط على الصناعات الاستخراجية، يعني الصناعات اللي بنستخرجها من باطن الأرض، اللي هي الصناعات التعدينية اللي هي بتقوم بتلوث البيئة. يبقى الوطن العربي بنركز فيه على الصناعات الاستخراجية اللي هي التعدينية اللي بتكون ملوثة للبيئة. تاني حاجة تشابه الكثير من الصناعات في الدول العربية. يعني هنلاقي ان كثير من الصناعات متشابهة في الدول العربية. يعني هنلاقي مثلا كثير من الصناعات اللي موجودة في مصر مثلها موجودة في المغرب، مثلها موجودة في السعودية، مثلها موجودة في الجزائر. يعني الصناعات كلها بتكون متشابهة، مفيش اختلاف في هذه الصناعات. تالت حاجة انخفاض المستوى العلمي للعمالة العربية. يعني مستوى الأفراد طبعا بيكون كثير من العمال طبعا ما بيكونوش متعلمين أو مش مكملين تعليمهم، فده بيؤدي طبعا إلى مشكلة بتواجه في الصناعة العربية. يبقى انخفاض المستوى العلمي للعمالة العربية. رابع حاجة الاعتماد على استيراد الآلات ومستلزمات الإنتاج. يعني احنا بنستورد الآلات والآلات والمستلزمات اللي احنا بنستخدمها في إنتاج في الإنتاج وفي التصنيع، بنستوردها من الخارج. طبعا ما بتكونش موجودة في الدول العربية، فبنقوم بنستوردها من الخارج، فده طبعا بيؤدي إلى مشكلات بتواجه الصناعة العربية. يبقى تاني أهم المشكلات اللي بتواجه الصناعة العربية التركيز على الصناعات الاستخراجية اللي هي التعدينية اللي بتلوث البيئة. تاني حاجة تشابه الكثير من الصناعات في الدول العربية. يعني الصناعات في الدول العربية بتكون متشابهة فيما بينها، مفيش اختلاف بينهم. يعني ما
لو في اختلاف طبعا الدول العربية هيشتروا من بعض أو هيستوردوا من بعض، لكن كلهم متشابهين فبيضطروا إلى إن هم يستوردوا من الدول الأجنبية الصناعات بتاعتها. تالت حاجة انخفاض المستوى العلمي للعمالة العربية، يعني العمال اللي بيشتغلوا ما بيكونوش متعلمين أو على قدر كافي من العلم. كمان الاعتماد على استيراد الآلات ومستلزمات الإنتاج الأساسية، طبعا بيستوردوها من الخارج. يبقى دي أهم المشكلات اللي بتواجه الصناعة العربية. طيب بعد كده ثانيا هنتكلم عن التجارة في الوطن العربي. يبقى احنا اتكلمنا في الأول عن الصناعة، هنتكلم بقى عن التجارة في الوطن العربي. هنتكلم عن الصادرات العربية. يعني ايه صادرات عربية؟ الصادرات يعني السلع والمنتجات والخدمات التي تبيعها الدول العربية للدول الأخرى. يبقى الصادرات العربية يعني السلع والمنتجات والخدمات التي تبيعها الدول العربية للدول الأخرى. يبقى صادرات يعني الدول العربية بتبيعها للدول الأخرى. زي ايه بقى الصادرات دي؟ زي منتجات البترول والنفط والغاز الطبيعي والفوسفات. يبقى أهم الصادرات العربية أول حاجة البترول، اللي هو طبعا النفط والغاز الطبيعي والفوسفات. تاني حاجة المحاصيل الزراعية مثل الخضروات والفاكهة والأرز. كمان الصادرات العربية زي الأسماك وزي الأدوية والمنسوجات والصمغ العربي والأسمنت والأدوات الكهربائية. يبقى دي أهم الصادرات العربية. أهم الصادرات العربية زي ما قلنا البترول والنفط والغاز الطبيعي والفوسفات. تاني حاجة المحاصيل الزراعية زي الخضروات والفاكهة والأرز، الأسماك، الأدوية، المنسوجات، الأسمنت، الصمغ العربي، الأدوات الكهربائية. يبقى كل دي تعتبر صادرات عربية. طيب الواردات العربية. يعني ايه واردات؟ يعني السلع والمنتجات والخدمات التي تشتريها الدول العربية من الدول الأخرى. يبقى الواردات العربية يعني السلع والمنتجات والخدمات التي تشتريها الدول العربية من الدول الأخرى. تتمثل بقى في ايه؟ زي ايه الواردات العربية دي؟ تتمثل في مستلزمات الإنتاج مثل الآلات ومعدات النقل الثقيلة. يعني المستلزمات الإنتاج اللي بيستخدموها في المصانع، زي مثلا زي ما قلنا الآلات ومعدات النقل الثقيلة دي بنستوردها أو بيضطروا إن هم يشتروها من الدول الأخرى. كمان زي المواد الغذائية مثل القمح والزيوت دي الدول العربية بتستوردها. كمان زي بعض الأدوية والعطور والملابس، زي الأدوية والعطور والملابس بردك الدول العربية بتستوردها من الخارج. كمان بعض الواردات زي الطائرات والسفن والسيارات. آخر حاجة بقى الإلكترونيات مثل أجهزة الكمبيوتر. دي معظم الواردات العربية، يعني السلع اللي بتشتريها السلع والمنتجات والخدمات اللي بتشتريها الدول العربية من الدول الأخرى. طيب لو اتكلمنا عن حجم الواردات، يعني حجم السلع اللي بتشتريها الدول العربية من الخارج، هنلاقي ان حجم الواردات العربية من الخارج مرتفع، بيكون حجمها مرتفع، ويأتي معظمها من دول الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والصين. يبقى الدول العربية معظم الواردات بتاعتها من خارج بتكون من دول ليست دول عربية، ولكن بتكون من دول زي دول الاتحاد الأوروبي، زي اليابان، زي الولايات المتحدة الأمريكية، زي الصين. كمان هنتكلم لو اتكلمنا بقى عن حجم الواردات بين الدول العربية بعضها وبعض، بين الدول العربية بعضها وبعض، هنلاقي ان ما زال حجم الواردات بين الدول العربية بعضها وبعض منخفضا ولا يزيد عن 12% من جملة التجارة الخارجية العربية. يعني حجم الواردات، يعني حجم الدول العربية أو السلع اللي الدول العربية بتشتريها من دول عربية أخرى، يعني التبادل بينهم بتكون منخفضة لا يزيد عن 12% من جملة التجارة الخارجية العربية. وذلك بالرغم من توقيع ان هم الدول العربية دي وقعوا مع بعض اتفاقية منطقة التجارة الحرة الكبرى بين الدول العربية
والتي أدت إلى خفض الجمارك بينها. يعني على الرغم من أن الدول العربية وقعوا فيما بينهم اتفاقية بتسمى منطقة التجارة الحرة الكبرى، وقعوها فيما بينهم، وأدت هذه الاتفاقية إلى خفض الجمارك بين الدول العربية وبعضها بينهم وبين بعض، من أجل أن هم يقدروا أن هم يتبادلوا بينهم السلع والمنتجات فيما بينهم. يعني ما يكونش فيه جمارك، ما بيدفعوش فلوس كتيرة على السلع عشان يقدروا ان هم يتبادلوا المنتجات فيما بينهم. لكن على الرغم من توقيعهم لهذه الاتفاقية، لكن برضك نسبة الواردات بين الدول العربية بعضها وبعض ما زالت منخفضة، ولا يزيد عن 12% من جملة التجارة الخارجية العربية. طيب يبقى بقى الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان التجارة بين الدول العربية ضعيفة جدا. يبقى التجارة بين الدول العربية ضعيفة جدا، ولكن الدول العربية طبعا زي ما لسه قايلين انها لما بتضطر ان هي بتشتري او معظم الواردات بتاعتها بتكون من دول أجنبية، زي ما لسه قايلين دول الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والصين. طيب هنشوف بقى ليه التجارة بين الدول العربية بتكون ضعيفة. ايه الأسباب اللي بتخلي التجارة بين الدول العربية ضعيفة؟ أول حاجة تشابه المنتجات الزراعية والصناعية في الدول العربية. يعني معظم المنتجات متشابهة في الدول العربية، فده طبعا بيؤدي إلى إن الدول العربية ما بتقومش بتجارة بينهم وبين بعض، لا بيضطروا إن هم يشتروا الواردات بتاعتهم من دول أجنبية. يبقى أول حاجة بسبب تشابه المنتجات الزراعية والصناعية في الدول العربية. تاني حاجة وجود مشكلات فنية وتعدد مواصفات المنتج الواحد في الدول العربية. تالت حاجة وجود مشكلات إدارية في الإدارة بتتعلق بالروتين وإجراءات النقل بين الدول العربية. دي طبعا من الأسباب اللي بتؤدي إلى ضعف التجارة بين الدول العربية وبعضها، إن في وجود مشكلات إدارية في الإدارة بتتعلق بالروتين، الروتين في نقل وإجراءات النقل والإجراءات بين الدول العربية بينهم وبين بعض. دي طبعا بتؤدي إلى ضعف التجارة بينهم. كمان منافسة السلع الأجنبية للسلع العربية، هنلاقي إن السلع الأجنبية بتنافس السلع العربية من حيث السعر والجودة، بتكون أسعارها مخفضة، بتكون الجودة بتاعة السلع الأجنبية بتكون أعلى، فبتضطر الدول العربية بدل ما تشتريها من دولة عربية أخرى، لا بتضطر إن هي تشتريها من الدول الأجنبية. وهنلاقي بقى إن هذه المشكلات أثرت بالسلب على العلاقات التجارية العربية. طبعا خلت العلاقات التجارية بين الدول العربية بعضها البعض طبعا منخفضة جدا أو ضعيفة جدا، زي ما لسه قايلين إنها لا تزيد عن 12% من جملة التجارة الخارجية العربية. أدى بقى ذلك إلى تزايد ارتباط الدول العربية اقتصاديا بتجمعات اقتصادية غير عربية. يعني اضطر الدول العربية ان هي بترتبط اقتصاديا بتجمعات اقتصادية غير عربية، يعني بتضطر ان هي بتعقد صفقات صفقات وتجمعات اقتصادية مع دول الأجنبية. آخر حاجة هنتكلم عنها هي جهود الدول العربية لحل مشكلات الصناعة والتجارة والنهوض بها. يبقى بدأت بقى الدول العربية تعمل على حل هذه المشكلات في الصناعة والتجارة والنهوض بهما، حيث بدأت إن هي بتقوم أول حاجة الاهتمام بالتعليم ورفع مستوى الخريجين في كافة التخصصات. تاني حاجة تجنب التكرار والتشابه بين المنتجات العربية. 3 حرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول العربية. 4 حاجة التغلب على المشكلات الفنية والإدارية التي تعوق التبادل التجاري العربي. يبقى دي أهم الجهود الدول العربية اللي بتقوم بيها من أجل حل مشكلات الصناعة والتجارة والنهوض بهما. طيب كده احنا الحمد لله خلصنا مع بعض درسنا النهاردة.
وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. وتابعوني. كانت معاكم مس أماني علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.